Hallo meine lieben Freunde. النهاردة أنا جايب لكم كلمات وجمل مهمة بتستخدم في المحادثة والحياة اليومية في ألمانيا، فتابعوني لآخر الفيديو لأنكم فعلا هتستفيدوا. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ. Fehlerfrei يعني بدون أخطاء أو خالي من العيوب. Faltenfrei يعني خالي من التجاعيد. Gebührenfrei يعني بدون رسوم أو مجاني. Dienstfrei يعني خارج الخدمة أو عطلة عمل. Konfliktfrei يعني خالي بدون نزاع، خالي من الصراعات. Beschwerdefrei يعني بدون شكوى أو بدون تذمر. Gemeinfrei يعني ملكية عامة. Stressfrei يعني خالي من الضغط. أول جملة معانا من الجمل المهمة: Seine Argumente folgen eigentlich keiner Logik. حججه لا تتبع في الواقع أي منطق. Man muss einen vernünftigen Kompromiss für diesen Konflikt finden. على المرء أن يجد حلا وسطا معقولا لأي صراع أو لهذا الصراع. Titel und Ehrungen bedeuten mir eigentlich nicht. يعني الألقاب والتكريمات لا تعني شيئا بالنسبة لي حقا. Ich meint es ernst, was ich letztens sagte. كنت جادا بشأن ما قلته في يوم أمس. جمل تانية: Ich brauche nur eine Einzimmerwohnung. أنا بحاجة إلى شقة بغرفة واحدة فقط. Ist der Preis verhandelbar? هل السعر قابل للتفاوض؟ Haben Sie eine freie Wohnung? هل لديك شقق فارغة أو شاررة؟ In welchem Stock liegt die Wohnung؟ يعني الشقة في الدور الكام؟ ناخد جمل تانية: Ich war verlegen und ratlos. يعني شعرت بالحرج والحيرة. verfolgt seine Ziele sehr konsequent. يعني هو يسعى لتحقيق أهدافه بثبات. جمل تحفيزية تانية: hat eine sehr offene Art. هو لديه شخصية منفتحة للغاية. Ich fand ihn extrem intelligent. يعني أنا وجدته في غاية الذكاء. خلصنا درس النهاردة، وأتمنى الجمل دي تفيدكم في الدراسة وفي الحياة اليومية. ولو عجبكم الفيديو دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. ولو مشتركتش معنا في القناة لغاية دلوقتي اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. تشوس.